بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النجوم الزاهرة لسالك طريق الآخرة لشيخ الإسلام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط باعلوي الحسيني المدني رضي الله عنه ونفعنا به آمين. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. القائل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل ذكره: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد القائل: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله، وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا. الحاشية سنن الترمذي 3596. وفي رواية المسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الحاشية صحيح مسلم رقم 2676. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد اختلف العلماء متى يدخل الإنسان في زمرة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات المشار إليهم في الآية المتقدمة. فقال الواحدي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد أنهم يذكرون الله أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وإذا استيقظ من منامه وكلما غدا أو راح ذكر الله. وقال مجاهد: لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. الحاشية انظر التفسير الوسيط للواحدين المجلد الثالث صفحة 471. وقال عطاء رحمه الله: من صلى صلاة الخمسة بحقوقها فهو داخل فيهم. حاشية انظر تفسير البغوي مجلد الثالث صفحة 530. وفي الأذكار النووي قال: سئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن القدر الذي يصير به الإنسان من الذاكرين الله كثيرا، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا. حاشية الأذكار صفحة 39. وقال بعض المحققين: إن الظاهر والذي يفهم من أقوال الأئمة أن الإنسان إذا صار الذكر غالب أوقاته فهو من الذاكرين الله كثيرا بالإجماع. وبعد، فهذه أذكار نافعة وأدعية شافعة جمعتها من كتب العلماء المصنفة في عمل اليوم والليلة وغيرها من كلام العارفين وإجازاتهم، تسهيلا للمبتدئين من طلاب العلم الشريف وترغيبا للسالكين في السلوك على منهج الدين الحنيف. وأسأل الله تعالى أن يديم النفع بها إلى يوم الدين، وأن تكون موصلة لمن عمل بها إلى دار النعيم ورؤية وجه الله الكريم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، يا رحمن يا رحيم، يا فتاح يا عليم، يا وهاب يا كريم، آمين. والذكر لازمه وواظبه على مر الزمان مع الحضور الأجمع، فهو الغذاء لكل قلب مهتد وهو الدواء لكل قلب موجع. حاشية الأبيات الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه وعنا به في ديوانه صفحة 188.